هو مش انت اللي اخترت، استحمل بقى اللي انت عملته في نفسك. كلام صعب جدا بنسمعه من الناس القريبه لما بننجرح او بنمر بازمه نفسيه بسبب اختيار غلط او قرار مش حكيم احنا اخدناه في الحياه. يعني انت عارف وانت بتقول لحد هو جاي يشتكي لك وموجوع ده اختيارك ولازم تتحمل نتائجه، عارف انت بتعمل في ايه؟ انت وكانك بتجيب خل وتحطه على جروح الناس، فده كلام مؤذي جدا. فحتى لما بنختار غلط او بناخد قرارات غلط لنا الحق ان احنا نشتكي ونتوجع ونلاقي الحضن والطبطبه والدعم النفسي من غير لوم ولا تانيب ضمير. فمين فينا ما غلطش او اختار اختيار غلط سواء كان في قرارات كبيره مصيريه او صغيره؟ مين فينا معصوم من الغلط؟ عايز اهمس في ودنه كل شخص حاسس بالذنب ان هو عمل اختيارات غلط ومش قادر يفتح بقه لا يسمع له كلمتين تانيب. انت ليك الحق انك تشتكي وتفضفض ومش نهايه القصه. على فكره حتى ربنا مش مظلوم من قراراتك ولا اختياراتك، هو عارف انك انت كنت هتعمل كده وهو بيكون عنده مخارج وحلول، مش واقف يضرب كف على كف ورامي طوبتك. فانت تقدر في اي لحظه انك ترجع له وتقول انا خطيت الى السماء وقدامك ومش عارف احلها، وهو قادر يستخدم ويحول كل قراراتك الغلط واختياراتك السيئه لخيرك ويعزيك ويطيب قلبك ومن غير اي تانيب ولا اي لوم. فصدقني وعن تجربه وحتى نتائج غلطاتك والمصايب اللي انت عملتها مستعد ان هو يشيلها معاك ومش هيسيبك تتحمل كل ده لوحدك ولا انك تتحمل المعاناه اللي انت بتمر فيها لوحدك، ولا ممكن يقول خليه يشرب من اللي هو عمله دوت نتيجه افعاله السيئه وخليه يتعاقب شويه علشان يتربى شويه. هو عمره ما بيعمل كده. عارف ليه؟ علشان هو اب كامل وقدوس وبار، والاب البار مش ممكن بيسيب ابنه او بنته غرقانين في مصايبهم ويقف ساكت. علشان كده مهما كانت اي ظروف انت بتمر بيها اول حاجه تلجأ ليه هو ربنا. سلام.